حلقة جديدة من برنامج توضيح. وفي هذه الحلقة نتكلم عن توضيح آخر هو تناول الأطعمة أو الأشربة على حرارة مرتفعة، يعني الأكل ساخن وكذلك الأشربة الساخنة. وهذه الممارسة أو هذا السلوك هو سلوك خطير جدا، لأن ليس هناك دراسات بمعنى دراسات علمية أننا سنجرب هذه الأشياء على الإنسان، فلا يمكن يعني من الناحية العلمية لا يمكن أن نجري تجارب بهذا الشكل، أن نعطي للناس أشربة ساخنة ثم ننظر هل ماذا سبب لهم، لا يمكن. لكن هناك استقراءات في مثل هذه الحالات، يعني في البحث العلمي حول يعني علم الأغذية وعلم التغذية، وفي هذه الحالات حول يعني التجارب على الإنسان، فنلجأ غالبا ما نلجأ إلى الاستقراءات، يعني ننظر يعني أن الأشخاص الذين يقومون بممارسة ما أو يكونون يعني معتادون عليها، فإذا ظهر عندهم عرض فنأخذ هذا على أساس أنه شيء يعني عنده سبب أو نحسبه من هذه الأشياء، ونأخذ عدد كبير، طبعا عدد كبير، عينة كبيرة، وليس 3 أشخاص أو 4 أشخاص. فيعني بعد الاستقراءات في كثير من النواحي، في كثير من القارات، يعني البرازيل، كاين الأرجنتين، كاين كثير هذو يعني القارة الأمريكية، أن هناك علاقة كبيرة ما بين تناول الأكل والشراب، يعني إما أشربة ساخنة أو إما أكل ساخن. يعني وهذه الدول ليست لديها أشربة ساخنة إلا القهوة، يعني عندهم قهوة. احنا مع الأسف في بلدان المغرب عندنا الشاي، نشرب الشاي بكثرة، نشرب الشاي ساخن. ففي هذه الاستقراءات يعني تقول بأن الأشخاص الذين يتناولون الأكل ساخن أو شراب ساخن على حرارة 55 فما فوق، يعني 60 و 65 درجة، يعني 65 درجة هي الثابتة يعني في الاستقراءات، أن يكون لديهم يعني نسبة كبيرة من هذه العينة، نسبة كبيرة من سرطان المعدة وسرطان المريء، يعني الأوسوفايغوس، وهذه يعني الأوسوفاج بالفرنسية. فهذه الأنواع من السرطان هي تتعلق مباشرة بعارض أو حادث فيزيائي اللي هو يعني حرارة مرتفعة للأكل. فطبعا هناك مسببات كيماوية، مسببات إشعاعية، مسببات يعني ذبذبية، يعني مسببات كذلك فيزيائية يعني ديناميك. وهذه المسببات الفيزيائية من الحرارة، يعني فهناك مثلا بعض أنواع سرطان العظام التي ظهرت بعد يعني كسور في العظام أو حادثة سير ثم بعدها يترتب سرطان. نعم ممكن، يعني ما نسميه يعني الأسباب الميكانيكية كذلك، هناك أسباب ميكانيكية تسبب سرطان كذلك، فهذه من الأسباب الفيزيائية التي تسبب سرطان. يعني قبل أن نتكلم عن سرطان إن شاء الله في حقيقة الأمراض، سنتكلم من جملة هذه الأشياء هي أشياء فيزيائية، وهو تناول الشراب ساخن أو الأكل ساخن. وهناك من يحس يعني يأخذ حرارة مرتفعة، يعني حتى أن الشخص لما لا يقدر على رمي هذه اللقمة تكون ساخنة، أن يلاحظ على أن الدموع تخرج له من عينه، هذه يعني غالبا تكون، ثم أن الطعام يلتصق لما يكون ساخن، يلتصق بالجلد الداخلي، يعني هذه المخاط الداخلي للفم، ويحدث فيه حروق أنها تظهر على أن هذا الجلد أنه يموت، ديسكوميشن، هذه الجلد يموت ثم يرمى، يعني الشخص يحس به في فمه. فما أدراكم هذا الفم ليس مشكل، ولكن الأوسوفايغوس لا يقع فيه هذا الحادث، هذا الحادث يقع في الفم لأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا النسيج يتجدد. أما المريء الحلقوم، يعني هذا الحنجرة ثم فم المعدة، فهذا لا يتجدد، فهذا يصاب بضربة يعني خطيرة جدا من هذه الحروق، يعني بهذه حرارة الأكل الساخن أو الشراب الساخن. وإعادة تناول الشيء على حرارة مفرطة في المغرب معروف، يعني معروف مع الأسف الشديد، لا في البوادي ولا في المدن، معروف كثيرا، ولو أن وليس هناك مبرر، ولو أن الناس يقول بأنه يكون متسرع أو متسرع. نعم هناك من هو متسرع يعني أكثر من اللازم في طعام الفطور، فيتناول هذا الشاي هكذا على حرارة يعني مفرطة 65 درجة يعني فما فوق، ثم يحس بأن الأشخاص لما يتناولوا شيء ساخن يحسون بألم في المنطقة العلوية من المعدة، في فم المعدة، هذه يحسون بألم، أكيد يحسون بألم. فلا البارد مفرط يسبب مشكل، نعم يسبب مشكل بسيط جدا، نعم،
ولكن الحرارة المفرطة، الحرارة المرتفعة، يعني الأكل الساخن والشراب الساخن، فيجب أن يتجنب الناس هذه الممارسة ما أمكن. ويعني نحن نؤكد على هذا الأمر، لأننا نعلم أن كثير من الناس يتناولون أكل ساخن ويتناولون شراب، يعني الشاي على الخصوص، يشربون شاي أو حليب أو قهوة أو شيء شراب ساخن، وهذا يعني سلوك خاطئ وسلوك خطير جدا، ويجب يعني أن يقلع الناس عن هذه السلوكات، لأن لدينا أسباب كثيرة للسرطان، فيجب على الأقل أن ننقص من هذه الأسباب الأشياء التي نتحكم فيها والتي نقدر عليها. لأن ممكن شخص أن ينتظر، نحن نقول بأن إذا انتظر هذه أشياء يعني نحسبها في المختبر، يعني شيء هذا نحن ننتبه لكل الأشياء، لأن يعني عندنا الحمام لما يعني نضبط الحرارة، نسوي حرارة على 65، فنعلم ما هي هذه الحرارة لما نضع اليد في هذا الماء، ثم لما نضبط الحرارة على 75 و80 نعلم بأن الشخص لا يمكن أن يتحمل هذه الحرارة. لكن ممكن شخص يتحمل 40 درجة، ماشي، ما في مشكلة، 40 و45 ممكن شخص يشرب شاي ويتحمله، لكن 55 فما فوق لا يتحمله، فهو ساخن. 65 يحرق، 65 يحس الشخص بأن يعني مؤلم هذه الحرارة. فممكن أن ينتظر الشخص لما يفرغ الشاي في الكوب، يعني في الفنجان، ممكن أن ينتظر 4 دقائق فقط، كافية جدا. 4 دقائق كافية بأن تصير يعني تصبح الحرارة يعني ممكن أن يتحملها يعني الجسم، ويعني بدون أن تحدث أي مشاكل إن شاء الله. نتمنى يعني أن تؤثر على الأقل هذا التوضيح، أن يؤثر في الناس ليقلعوا عن هذا السلوك الخاطئ إن شاء الله. وإلى حلقة مقبلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.